السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي جد الله وأنت هنا بتتعلم إدارة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات معلومة في البيزنس، واللي عنوانها إزاي كوباية قهوة أو مية ممكن تغير تجربة العميل 180 درجة. عزيزي أو عزيزتي أصحاب المشاريع الصغيرة منها أو الكبيرة، عايز أقول لكم على نقطة صغيرة جدا بس تأثيرها في البيزنس ضخم جدا. تخيل انك رايح تعمل عملية صيانة لعربيتك او اي خدمة ومستني بالساعات والوقت بيعدي تقيل جدا. فجأة يجيلك حد من المكان يقول لك اتفضل قهوة، اتفضل مية باردة عشان تشرب. ساعتها بس هتحس ان هم مقدرين وجودك عندهم وان وقتك مش رخيص عندهم. النقطة هنا مش في المشروب نفسه، مش في ان كوباية القهوة بكام ولا كوباية الشاي بكام ولا ازازة المية بكام. النقطة في الاحساس، لان في البيزنس ادمنستريشن في مفهوم اسمه الكاستمر اكسبيرينس او تجربة العميل، وده بيديني من تفاصيل صغيرة قوي. ممكن تبقى لحظة زي دي، كوباية مية ممكن تخلي العميل يقرر يفضل معاك سنين، ممكن تخلي عميل تاني يقرر انه يسيبك وما يشتغلش معاك تاني اصلا بعد تجربة واحدة بس. على فكرة في شركات عالمية كتير تفهم الموضوع ده كويس قوي، زي شركات الطيران اللي اول ما تركب الطيارة بيقدموا لك مشروب. طب ليه؟ عشان عايزين يخلقوا لك جو مريح على متن الطائرة في الرحلة بتاعتك، ويخلوك تاخد عنهم انطباع ايجابي جيد جدا من المرة الاولى. فلو عندك بيزنس اسأل نفسك ايه التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تخلي تجربة العميل عندي اريح واسهل. صدقني التفاصيل دي مش تكلفة، دي استثمار بيرجع لك اضعاف. في الاخر العميل مش هيفتكر كل حاجة، لكن هيفتكر احساسه وهو قاعد عندك. وبكده حلقتنا النهارده تكون خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبتك الحلقه ما تنسانيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.